بقالنا فترة ما بنطلعش، ما بنتكلمش. حال الزمالك في تدهور سيء فسيء فأسوأ 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 فأسوأ. الحقيقة مش عارف الدنيا ماشية فين ورايحة فين وجاية منين في وجود مرتضى منصور. الوضع كارثي، كارثي بمعنى كل المقاييس. لا انت عارف تجيب صفقات، ولا انت عارف تدفع مرتبات، ولا انت عارف تجيب آه تعمل عقود للعيبة، ولا انت عارف الدنيا رايحة فين ولا جاية منين، ولا انت عارف تعمل انتخابات، ولا انت عارف تعمل اي حاجة. حتى غرامات اللي عليك مش عارف تدفعها، وبتقف لك قيد و المشكله ان كل ما بتيجي تتكلم، يعني كل ما الناس بتيجي تتكلم، المسؤولين فين يا جدعان؟ يعني حضرتك وزير الرياضه، انت حضرتك يعني مرتضى منصور بيعمل ايه في النادي؟ هل هو رئيس نادي الزمالك؟ اطلع قول ان رئيس نادي الزمالك هو مرتضى منصور، اديله الصلاحيات بقى وخليه يكمل، او تعمل انتخابات وتمشيه. ما هو عندنا قاعدين في الوضع ده لحد امتى يا جماعه؟ الوضع بقى كارثي. انا من ساعه ماتش الاهلي وانا مش حابب اطلع، مش حابب اتكلم، مش حابب نعمل اي حاجه. ليه؟ مش شايف اي حاجه، ان احنا يعني مفيش اي نور في اخر النفق. شاف الدنيا كلها عك في عك.